عليه لاعب غير من امكانيات لعيبه وسط الملعب في النادي الاهلي، حللهم مشكله ما كانتش متواجده من بعد حسام غالي. لاعب بيعرف يحتفظ بالكره بصوره ممتازه جدا، مراوغ جيد جدا، مصاب للكره بصوره ممتازه، وهتيجي معاه الكره وهتلبس معاه مع الوقت. فالاهلي بقى عنده تنوعيه في جميع الخطوط وفي جميع المراكز، وكل لاعب زي ما يكون مختلف عن التاني، وكل لاعب بيكمل التاني، وده كله بينصب في مصلحه النادي الاهلي. عجبني هتاف الجماهير في الماتش، كل ما نجيب التالت تلاته مش كفايه، نجيب الرابع اربعه مش كفايه. الاهلي في دوري ابطال افريقيا الموسم ده موسم صعب، وجود منافس قوي زي بيراميدز اول بطوله دوري ابطال افريقيا ليه، لكن عنده عناصر في جميع المراكز، السكواد بتاعه تقيل قوي، البدلاء زي الاساسيين. فما تستبعدش ان الاثنين يكونوا متواجدين مع بعض زي ماتش اهلي وزمالك في نهائي ابطال افريقيا لو ما تواجهوش مع بعض في قبل النهائي. سكواد بيراميدز لو موجود في فريق جماهيري مثلا زي الاتحاد السكندري، زي الاسماعيلي، زي غزل المحله، بلديه المحله، كانوا هيوصلوا لبعيد قوي وما كانش حد يعرف ينافسهم في افريقيا غير الاهلي طبعا. سلام.